هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على الدراما اللي نايضه مؤخرا ديال صحاب الطاكسيات والتطبيقات. هنا المشكل صراحه راه كان من شحال هذه، واذا كنتو تتعقلوا الا شفتوا شي فيديوهات بعض المرات ديال الطاكسيات كيبراكيو هادو صحاب التطبيقات، كيكونوا فيديوهات بزاف وتيشدوهم، بعض المرات يتحاموا عليهم، بعض المرات تنوض مدابزه، بعض المرات تيهرسوا الطوموبيل كل مره وشنو. وهنا فين كتبان لنا واحد المشكله كبر اللي هو كيفاش ما تحبسش داكشي من ديك الوقيته. حنا عارفين بلي ما كاينينش قوانين اللي غادي يكون ولا غادي تطبق بين الطاكسيات والتطبيقات، دابا مازال ما خرجش حتى قانون، ولكن المشكله هنا هو انه ما تطبقوش واحد الاجراءات ديال دوك الحاجات اللي ما خصهمش يتداروا، اللي هي الفوضى. حيت بطبيعه الحال هنا ما كاينينش واحد الغابه وما خصش تنوض الفوضى. هنا بالفوضى كنعني الطاكسيات كيديروا مثلا كونط في داك التطبيق وكيجيبوا واحد من هذوك صحاب التطبيقات تيسحابوا غادي يجي يهز اللي بغى السيرفيس، حتى تيلقى صحاب الطاكسيات ولا بعض المرات كيكون هذاك الشخص بوحدو وكيدير لشي قنت فين كاينين صحاب الطاكسيات باش كيشدوه وكيدوروه. بعض المرات تنوض مدابزات كما قلت، بعض المرات تتهرس طوموبيل، بعض المرات تيدخلوا البوليس وكيديو الطوموبيل للفوريان. وهنا فين كيبان واحد الاشكال، انه ما تخداوش واحد الاجراءات في هذا البلان اللي كيطرا. علاش؟ حيت ملي ما كتاخذش واحد الاجراءات ديال انه شديتو ولا مثلا تحاميتو على واحد الشخص، حيت هذيك الحاجه خايبه بطبيعه الحال. وكمثال كما كان طرا في البلان ديال داك اللي كان جلس قدام الترامواي، كانت تضرب بالحبس وتخداو اجراءات ضده. تما كتبين باللي ديك الحاجه ما خصهاش تبقى تعاود. وفاش كتخلي الحاجه وما كديرش واحد الاجراءات كما دابا طرا مع هذا البلان ديال الطاكسيات، بحال اللي كتعطي بواحد الطريقه غير مباشره باللي انهم اللي عندهم الحق، وكيقولوا باللي منين ما تخداوش اجراءات ضدنا يعني يمكن لينا نبقاو نديروا هكا حيت حنا عندنا الحق. وكيبقاو يعاودوها ويعاودوها ويعاودوا نفس الحاجه اللي هي تيبراكيو ويتحاموا على صحاب التطبيقات، اللي حتى وصلنا لهاد الدراما اللي كبيره دابا اللي هي الفوضى دابا. حيت انهم الطاكسيات داروا نفس البلان عاوتاني ديال يبراكيو، تما داك الشخص اللي خدام في هادو ديال التطبيقات عيط لصحابو حتى هما اللي خدامين في هاد البلان ديال التطبيقات وجاو باش يحاميو عليه، ونضت مدابزه وعمرات الطريق بين صحاب الطاكسيات وصحاب التطبيقات. يعني كنت تخدى الاجراء في المره الاولى ما غاديش نوصلوا لهاد الدرجه هذه ديال الفوضى. وهذا البلان غادي نرجعوا ليه من بعد حيت كيتعاود بزاف وكاين في جميع المجالات في المغرب. دابا غادي نشوفوا هذا الفيديو ونسمعوا الافكار ديال هاد الناس ونشوفوا شنو تيقولوا. صحاب التطبيقات جبدوا السلاح الابيض وبداو تيضربوا مع فرقوا على البنوات صحاب الطاكسيات، ما خلاو ما داروا تعداو على السائق المهني. وكان اعتقالات الاخوان ديال المهنيين ديال الناس حتى هاد البلان اللي قالك ديال انهم صحاب التطبيقات شافوا شي واحد بغا يهز كورسه وهما يوقفوه، هاد البلان هذا جاني غير منطقي. حيت انه هاد البلان هو اللي كان كيتدار مع عند صحاب الطاكسيات لصحاب التطبيقات، حيت هما اللي كيجيبوا اصلا صحاب التطبيقات فاش كيديروا باللي انهم بغاو السيرفيس من لابليكاسيون وكيجي عندهم الشخص اللي خدام مع التطبيقات. جاتني غير منطقيه حيت انه يجيو غا يوقفوا على واحد غا حيت بغا يهز كورسه، وهما ما عندهم حتى حق في هذا الشيء باش يديروه اصلا. بالمقارنه ديال الطاكسيات اللي كانوا كيديروا هكا حيت كيظنوا باللي انهم عندهم الحق يديروا واحد الحاجه بحال هكاك اللي اصلا كينتج واحد الفكره ديال الفوضى. واخا عندهم الحق خصهم يكونوا حضاريين، يديروا احتجاجات، كل واحد عنده الحق. كما صحاب الطاكسيات عندهم الحق باش يحتجوا يعطيو الافكار ديالهم وعلاش ما بغاوش واحد الحاجه وبغاو واحد الحلول. حتى هذوك صحاب التطبيقات يكون عندهم نفس الحاجه ديال انهم يديروا مظاهره حتى هما ديالهم ويدويو على الحقوق ديالهم ويعطيو الافكار ديالهم، بلاص ديال انه صحاب الطاكسيات ديما ينوضوا ويهجموا على صحاب التطبيقات. ولاو كاع واحد الجروب ديال تيسميو راسهم الصقور اللي كيبداو حاضين فاش كيشوفوا شي شخص تيبقاو تابعينه تيعيطوا لصحابهم الطاكسيات باش يبراكيوه. وهنا عاوتاني تيقول لك بلي ان صحاب التطبيقات عندهم 14 وفي الاخر تيقول لك انه صحاب الطاكسيات 6 منهم تشدوا. يعني كيفاش البوليس غادي يخليو صحاب 14 وغيمشيو يشدوا صحاب الطاكسيات غا حيت هكاك. وهنا فين كنرجعوا لذاك البلان اللي كنت قلت قبيله ديال انه هاد الحاجه كتعاود بزاف، وبالخصوص انه المغاربه كاملين عندهم نفس الفكره ديال انهم بلاص ما تيشوفوا شي حاجه خايبه اللي كتكون في المجموعه ديالهم ولا الجروب ديالهم، مثلا هنا في هذا المثال الطاكسيات، ولكن راه ماشي محدود غير الطاكسيات، كاين في جميع الحاجات في المغرب، كاين في الادارات، كاين في اي حاجه في المغرب كتلقى فيها هذا الاشكال ديال انه فاش كيكون شي شخص معاك في ديك الجروب تيدير شي حاجه اللي غادي يدير لكم اشكال، بلاص ما كتقول تدير واحد الاجراءات ضد داك الشخص باش تبين ليه بلي ديك الحاجه خايبه، الاكثريه شنو كيديروا عين ميكا وتيوليو يحاولوا يبدلوا الحقائق، كيوليو يحاميوا على داك الشخص غا حيت عنده نفس الافكار ولا تنتمي لديك المجموعه. وهذا هو الاشكال، بحال الا كتعطيه بطريقه عاوتاني غير مباشره انه ما دار حتى حاجه خايبه، يعني غادي يعاود يدير نفس الاشكال ولا يقد يدير ماكفس كاع المره الجايه. وهادشي يلاه كان طرا مؤخرا ايامات كاس العالم فاش كان جا واحد السائح لمراكش وهبط في المطار وكان شد طاكسي، وداك مول الطاكسي تشد في الكاميرا كيقول ليه الثمن ديال الطراجي اللي ضربوا من المطار لجامع الفنا
هي 300 درهم. وكانوا خرجوا صحاب الطاكسي دايرين فيديو بحال هكا وتيدويو تيقولوا لك باللي انه داك الشخص مسكين ما يديرش وباللي الفيديو مفبراك وباللي داك الشخص اصلا جاي باش يشوه المغرب. هنا فين كاين الاشكال، بلاصه ما تخرج وتقول باللي انه السيد مسكين راه غلط وراه دوينا معاه وهذا هو الاشكال وكذا وها ودابا خصنا نعطيوه فرصه ثانيه، حيت بطبيعه الحال تحيد منه البيرمي ديال الطاكسي. هما لا كيحاولوا يبدلوا الواقع والحقائق وبطريقه غير مباشره كتقول لدوك الناس اللي مازالين تيديروا بحال هكاك باللي ما كديروا حتى حاجه خايبه، يعني يبقاو يديروا نفس الحاجه وباللي فاش يحصلوا راه كاين اللي غادي يحامي عليكم بحال هكا. يعني هذه هي المشكله اللي عندنا في المغرب، حيت كاين هذا المشكل في جميع المجالات. قوت ديال السائق المهني مابقاش تيجيبو في العشيه ملي تيجي يحسب تيلقى ديك الفلوس الروسيطه اللي غيعطي السيد فلوس المازوت، ارتفاع ديال المازوت ديال الغازوال. هذا المشكل هذا كنتفهمه، ولكن تيبين العكس، لانه انت عندك ادفونتاج على اصحاب التطبيقات. علاش؟ حيت انت كطاكسي ولا اصحاب النقل الحكومه عطاتهم واحد الدعم على حسب المحروقات، وفي الجهه الاخرى اللي هما اصحاب التطبيقات ما عندهم لا دعم لا والو. يعني فاش كيمشيو يديروا المازوت ولا ليسونس كيديروه بالثمن ديالو، ولكن اصحاب النقل حيت عندهم دعم كيجيهم ارخص شويه. وهنا واحد الفكره غنرجع ليها ديال اللي كنت درت في الفيديو ديال اصحاب الليفريزون. انا متفهم باللي ليكونومي شويه مشكله هاد الاواخر وعندك الانفلاسيون. هنا عندك الاشكال مع مول الطاكسي ومول الكريمه، حيت هنا خصك تدوي مع هذوك الناس اللي مطلعين الثمن ديال الكريمه ولا الثمن ديال الطاكسي. وكلنا عارفين باللي كيكونوا شي وحدين اللي ملاعقين كيكون عندهم 20 طاكسي وانت اللي شيفور هو اللي كتجي فيك الدقه. يعني هاد الانرجي اللي غادي تديروا تجاه اصحاب التطبيقات خاصها تديروها اولا تجاه هاد الناس اللي متحكمين في هادشي ديال الطاكسيات. واش هاد كورسه مثلا غتحسب على مول الطاكسي 8 دراهم، التطبيقات تتمشي تديها ب 40 درهم. هاد الارغيومنت هذا تنظن باللي جا ضده، حيت كيبين باللي كاين اشكال في الطاكسيات، حتى الناس غادي يختاروا 40 درهم على 8 درهم. واخا هاد البلان ديال 40 درهم و 8 درهم كاين المهم زاد فيه، ولكن ما كاينش اشكال حنا ناخذوا 40 درهم و 8 درهم. حنا فاش كنجيو ندويو على الناس اللي كيركبوا الطاكسي ولا كيركبوا في التطبيقات راهم ناس بحالنا، بحال هاد مول الطاكسي، بحال مثلا ولاد مول الطاكسي، بحال العائله ديال مول الطاكسي، بحال اي شخص اخر في هذا المغرب هذا اللي مقود عليه وما عندوش طوموبيل. يعني الطبقه الكادحه فاش تعطيه يختار بين 8 دراهم و 40 درهم بطبيعه الحال غيمشي ل 8 دراهم حيت ارخص. ولكن الا جينا نشوفوا هاد الناس فين كيمشيو كما قلتي وكيختاروا 40 درهم على 8 دراهم، هنا فين نقولوا فين هو الاشكال، انه هذا اللي مقود عليه علاش يمشي في 40 درهم بلاصه 8 دراهم. تما فين غادي تحلل وغادي تشوف شنو الاشكال مع الطاكسي. وبطبيعه الحال كاملين عارفين المشاكل اللي مع الطاكسيات، مالين الطاكسيات عارفين هاد المشاكل، حنا اللي كنتفرجوا في هذا الفيديو عارفين المشاكل، وحتى انت يكون عندك شي اكسبيرينس مع شي مول طاكسي حتى سخطتي عليهم. من بين المشاكل ديال انه كتبغي تمشي لشي قنت ما كيبغيوش يديوك، بعض المرات ما تيوقفوش لك حيت عارفين غادي تمشي لواحد الاتجاه، ولا التعامل ديالهم اللي خايب بعض المرات اللي كيخلي بنادم ياخذ التطبيقات. وفي لابليكاسيون بطبيعه الحال كتشوف الثمن اللي غادي تخلص قبل وكتدير الطريق اللي بغيتي تدوز منها، يعني اي طريقه غادي تدوز منها في الاخر غادي تخلص نفس الثمن. يعني كلشي في يد الطاكسيات باش يلقاو الحلول يحيدوا داك المشاكل اللي عندهم اللي مخليين بنادم يسخطوا عليهم. فاش كندوي على التعامل ديال الطاكسي، الطاكسيات عندهم واحد التعامل ديال انهم عارفين عندهم واحد القوه على بنادم، ديال انه الا ما بغاوش يهزوا بنادم ما عنده ما يدير. ديما كانت عندهم هذه القوه اللي خلاتهم انهم يوليو بحال شي ديكتاتوريين ديال انهم ما عمرهم ما تمشي لهم واحد القوه ديالهم. ودابا التطبيقات جاو حيدوا هذه القوه من عند الطاكسيات، وبلاصه الطاكسيات ما يفكروا ويقولوا خصنا نتقادوا باش نوليو منافسين مزيانين، بداو تيفكروا ديال كيفاش يرجعوا القوه اللي كانت عندهم ويحيدوا التطبيقات. وهذا هو الاشكال. وهنا فين كينساو انه بنادم اللي غادي يختار شنو بغا، حيت هو اللي كيخلص. الا ما تقاديتيش بنادم بطبيعه الحال يمشيو مع التطبيقات، واخا تعيط براكي واخا تعيط تنوض ما عرفت شنو، راه في الاخر الناس اللي غادي يختاروا. وبلا دوك الافكار ديال انه الحكومه هي خصها تدخل باش تحجب التطبيقات، حيت هادشي راه ما كيرجعش ليكم، وبلانه الناس هما اللي غادي يختاروا. يمكنش لك تحيد واحد الحاجه والناس باغينها غا حيت انت ما قديتيش تقاد ديك الجهه ديالك اللي هي الطاكسيات. وهذا عاوتاني كيرجع نعاود نقولوها لديك الفكره اللي قلت قبل، بنادم تيشوف بنادم تيدير شي حاجه خايبه وتيدير عين ميكا، فرضوا علينا العضلات ديالهم بغاو يخدموا غير هما وحنا واحد الناس مسالمين. هنا فين كنرجعوا لديك الفكره ديال عين ميكا عاوتاني. كنتفهم الفكره، ولكن كيفاش تعمل هذه الفكره كتعطي واحد المغالطه كثيره. علاش؟ حيت انه هما صحاب الطاكسيات واخا عندهم هاد البلاكات وعندهم هادشي كامل ما كيتسوقوش. يبقى يتغاوت معاك وتقول لي غادي نشكم بك عند صحاب بوانتاج، تقول لك هاك بلاكا حيت عارف باللي ما كاينش اللي غادي يدير شي حاجه بنادم ما مسوقش. بالمقارنه كاينين حتى صحاب التطبيقات وكنتفهموا هذه الفكره ديال انه كاين هذا البلان ديال الريسك ديال انه شكون ما كتعرفش شكون اللي خدام في ديك السايق في ديك الطوموبيل وكذا وها، ولكن راه صحاب التطبيقات ما كيدخلوا شي حد حتى تيشوفوا ما عندوش مشاكل. والا طرا لك شي مشكل العكس ديال انه الا طرا لك مشكل مع الطاكسي ما عندك مع من تدوي، صحاب التطبيقات غيمكن لك تكونتاكتا السيبور وتقول المشكل اللي عندك وغادي دير الاجراءات ديالك. هنا غادي ندخلوا لصحاب التطبيقات، وبلي غادي نقولوا راه حتى صحاب التطبيقات
ما كنقولوش باللي انهم راهم مزيانين كاملين. علاش؟ حيت كما قلت لكم قبيله راه المشكل ماشي في النوعيه ديال الحاجه وانما الناس اللي كاينين في ديك الحاجه. وحنا كمغاربه قلت لكم عندنا واحد البلان اللي هو الناس تيبغيو يديروا عين ميكا، بعض المرات كيوليو يكون عندهم افكار اخرين. وهنا فين عاوتاني كتدخل واحد الثقافه ديال المغاربه اللي كيولد كيبقى يربي ولده، وهي كنتفهم هذه الفكره ديال انه الاباء كيبغيو ولادهم يكونوا واثقين وما يكونوش نعاج في واحد المجتمع اللي تيكونوا فيها الدياب، وكيكبروا فيه واحد الفكره ديال انه جيبها من فم السباع، دير هكا ودير هكا وفهمتي، وجيب كاميلتك انت غتكون واثق. وبعض المرات هكا كتمشي حتى انه بنادم كيولي يدير هذا الفعل حتى مع عشرانو ومع لونتوراج ديالو، حيت انه عنده ديك الفكره ديال انه خصني نكون واثق. هنا فين كتولي تطور هذه الفكره، وكتولي اي واحد جا قاد ضرب اللعاقه وما مسوقش ولا دير اللي نافعك، وما كتفكرش باللي انه حنا كاملين راه شعب واحد وكلنا مقود علينا. كتولي واحد السايكل وكتبقى تعاود وتعاود وتعاود، وداك الشخص هو اللي كيولي في الجوفرمنت، هو اللي كيكون في الادارات، هو اللي كيكون في كل شيء. وهنا فين غادي نرجعوا للبلان ديال التطبيقات، حيت كما قلنا راه نفس الناس اللي كاينين في الطاكسيات غادي تلقاهم في التطبيقات. دابا الفكره ديال التطبيق هي معروفه، هي باش الناس مبقاوش بغاو كما كيطرا في الطاكسيات لانه داك مول الطاكسي بقى يطبق عليك شي حاجات. ودابا شي وحدين في التطبيقات تيقولوا لك وتيتشكاو انهم علاش غادي يهزوا 3 ديال الناس وغيخلصوك مره واحده. يعني انا وعشراني بغيت مثلا نركب في التطبيق وانا غادي راجع للدار، غادي نحط عشيري فهاد القنت عاد نكمل لدارنا، يعني ما كاينش اشكال بحال البلان ديال الطاكسيات. اصلا حتى انت يمكن لك دير هذا البلان في الطاكسي، لان كما قلنا المشكل ديال الطاكسيات ما تيمكنش دير اي حاجه مازال، الطاكسي تيولي هو يختار اللي بغا. ودابا التطبيقات حتى هما ولات دخلاهم هذه الفكره ديال انهم تيحسوا بلي انهم يديروا الطريقه ديالهم. علاش اسيدي نهز 3 الناس ويخلصوني مره ولا يعني فاش كنعاوتاني نرجعوا للفكره كنرجعوا باللي انه بنادم هو اللي فيه الاشكال. ولكن بطبيعه الحال شنو اللي مخلي التطبيقات يكونوا مزيانين هو انه في الاخر باش كتهبط من عندك اللي هزك كيمكن لك تدير الريتين لذاك الشخص. يعني الا كان خايب ولا ما عجبكش التعامل ديالو كدير نجمه كتبين داك الشخص باللي خايب، اوتوماتيكمون ما تيبقاش يبان بزاف في التطبيقات. داكشي علاش اصلا الناس اللي بحالنا في المغرب عندهم الثقافه هكا ديال انه تيبغيو يضربوا ويكونوا واثقين، كيكون احسن حاجه هي بحال التطبيقات ديال انه فاش كيتعامل مع بنادم كتخلي اكسبيرينس ديالك ولا الريتين ديالك ديال انه داك الشخص ما مزيان. يعني بهذيك الحاجه كتخلي داك الشخص انه يولي يحترم بنادم ويولي يتعامل مزيان مع بنادم، باش ماشي المره الجايه ياخذ عاوتاني نجمه واحده يولي يدابز باش يجيب ديك 5 النجمات. وبالنسبه للحل لصحاب الطاكسيات راهم عارفين اصلا فين كاين الاشكال، يقدو ويقادوا داكشي. ولا بغاو يزيدوا اكثر هو يديروا شي فورماسيون في هادشي ديال التطبيقات ويديروا حتى هما ابليكاسيون ديالهم، ويكون حتى هما عندهم بلان ديال التنقيط باش كل شوفور ديال الطاكسي باش يكون مزيان في التعامل ديالو ويكون خدام مزيان حتى هو. واخر حاجه لصحاب الطاكسيات بطبيعه الحال في العالم كامل ما عمرك خصك تكون ضد الناس وضد المستقبل، حيت ديما الا رجعتي للور غير غتشوف مثلا بزاف ديال الخدامي ولا بزاف ديال الناس اللي كانوا مثلا ضد الانترنت ولا نرجعوا كاع اكثر ضد الراديو ولا التلفازه. ديما المستقبل كيربح. يعني يا اما تكون مع المستقبل وتفورما في الوقيته ديال البدايات ديالها وتكون حتى انت شخص من دوك الناس اللي يكونوا يستغلوا داك المستقبل ويضربوا منه العاقه، ولا غتبقى دابز بحال هكا وتبقى في الجنب وكتصدق لهاد الجهه لهاد الجهه. المهم التاريخ راه كيبين كلشي. لايك اند سبسكرايب.